السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا مزيانين، كنتمنى رمضان والعيد وكلشي يكون داز مزيان بالنسبة ليكم. هاد الفيديو غنهضروا فيه على الخطوة المقبلة على حسب لا سيتوياسيون ديالك، كو سوا بالنسبة للعام ديال 2025 2026 اولا كيفاش نوجدوا 2026 2027. اول حاجه الناس اللي دفعوا لي زونيفرسيتي، دونك خديتي لا بري انسكريبسيون، اون فوا كتاخذ لا بري انسكريبسيون كتبدا توجد الدوسي ديال الفيزا وكتدفع الفيزا. كيف ما كتعرف الفيزا ما كتوجدش ديك الساعه، يعني ما كتوجدش من بعد سيمانه ولا من بعد شهر، تقدر تاخذ حتى 3 شهور. اذا من الاحسن انكم تدفعوا بكري وتوجدوا لي دوكيومون ديالكم بكري ودفعوا. انا نزلت فيديو اللي قبل هضرت عليه على الفيزا هذا العام هذا كلشي شنو تبدل وكلشي، دونك سيروا شوفوه. جو كونسي درت اون ديتاي الصراحه. دونك فوالا تقدروا تمشيو تشوفوا، الا بقاو لكم دي كيستيون تخليوهم لي تحت في لي كومونتير. اذا هذا بالنسبه لي دفع لونيفرسيتي وخدا لا بري انسكريبسيون. المرحله الثانيه هي الفيزا. بالنسبه لي دفع ليكيفالونس ولكن ما عملش الانسكريبسيون، تعطل عليه الوقت، كانوا لي دوكيومون ديالو ما واجدينش اكسيتيرا. كيس كي بو فير؟ دونك خصك عندك ليكيفالونس، باغي تقرا باشوليي ياك، غتشوف لوتيكول اللي باقي غتفتح. انا ما غنقدرش نقول شكون هما لي زوتيكول لان كل واحد وشنو التخصص اللي كاين. دونك نتينا غتمشي تشوف لي زوتيكول. عملت فيديو على لي زوتيكول من قبل، لا بغيتو تمشيو تشوفوه مي بون. فوالا غتمشي تشوف لوتيكول اللي عاد تفتح في افريل. كاينه دابا هادو هما الفرص الاخرين اللي باقي لكم، دونك تحاولوا انكم تستغلوهم. وجدوا دوسي ديالكم على بكري. دونك غتشوف لوتيكول، غتمشي تشوف شنو هما لي دوكيومون اللي كيطلب، وجد كلشي نزلو في لوردي ديالك باش النهار اللي غتفتح الساعه الاولانيه حاول انك تحط من الاولى. اوكي. الوغ هذا بالنسبه اللي تسجل في لونيفرسيتي وخدا لا بري انسكريبسيون. ليطاب الثانيه، المرحله الثانيه هي الفيزا. بالنسبه للناس اللي دفعوا ليكيفالونس ولكن ما دركوش يتسجلوا، تقدر تكون مثلا ما دركتيش شي تعطلتي وهذا، غتشوف شكون هما لي زوتيكول اللي غيحلوا دابا. ما نقدرش نقول لي زوتيكول لان كل واحد والتخصص ديالو، ولكن انت انا غتبحث، تعمل واحد شويه الاجتهاد وغتبحث، واللي يمكن لكم تخليو لي في الكومونتير نشوف معكم، وغنشوفوا شكون هما لي زوتيكول اللي عاد غيفتحوا في افريل. دابا هادو هما الفرص الاخرانيين، يعني افريل كيكون هو اخر اجل. دونك غنحاولوا اننا نسجلوا نوجدوا الدوسي ديالنا على بكري. دونك شوف لا دات ديال الانسكريبسيون اللي عتمنا لا اوتيكول، كنوجد لي دوكيومون اللي طالبين باش اون فوا كتفتح من السوايع الاولانيين كننزل الدوسي ديالي. ماشي السوايع الاولانيين، في الساعه الاولانيه، في الدقائق الاولانيين خصنا نكونوا من الاولى كننزلوا الدوسي. متفاهمين؟ فوالا هذا بالنسبه للناس ديال الباشوليه. بالنسبه الناس ديال الماستر اصلا ما كيحتاجوش ليكيفالونس. دوك ليكيفالونس ما مطلوباش، كتعمل حاجه وحده هي انك توجد لي دوكيومون ديالك وكتنزلهم. عملوا واحد لاجوندا وعملوا فيها النهار اللي كيفتحوا فيهم، وجدوا فتحوا ان دوسي في لوردي ديالكم وحطوا فيهم لي دوكيومون الكاملين اللي مطلوبين، باش من كيجي الوقت اللي انك خصك تنزل الدوسي ديالك يكون عندك كلشي واعدك. يعني هنايا مساله ديال لورغانيزاسيون، حاولوا انكم تورغانيزيو راسكم باش ما توقعش شي مشكل يتعطل داكشي اكسيتيرا. فوالا هذا بالنسبه للناس اللي عندهم اخر فرصه ديال 2025 و2026. ابخي كيبقى لنا الناس ديال 2026 2027. شنو خصنا نعملوا؟ مهم بزاف اننا نوجدوا الدوسي ديالنا من قبل. يعني اللي مشات عليهم الفرصه هذا العام، سواء ما لقاوش الكارون، سواء ما دركوش يتسجلوا، ما عملوش ليكيفالونس اكسيتيرا، قالوا اوكي نخليو العام اللي ما يجي. مهم بزاف اننا نوجدوا على بكري. كيف ما كتشوفوا يعني من كيبدا لانسكريبسيون كيكون كلشي على بعضياتو، كيكونوا بزاف الحاجات خصك توجدهم. انت اصلا كتكون عندك مثلا القرايه ديالك، الامتحانات ايتو، اي ميم طو خصك توجد لي دوسيي والورق بزاف وهذا. فمن الاحسن اننا نحاولوا نوجدوا على بكري. فمثلا الا بغيتي تدفع للباشولي، واخا مثلا كاين شي واحد كيقرا شي حاجه اخرى ولا كيخدم ولا هذا، كيقول انا خصني نعمل باشولي، دونك يمكن لك انك تدفع ليكيفالونس من على بكري، تدفع ليكيفالونس دابا لان دابا باقي فاتحه ليكيفالونس، واخا ماشي تكون غتسجل هذا العام. يعني ليكيفالونس المهم تكون عندك، عملتي هذا العام عملتي هذا العام اللي ماجي ماشي مشكل. يعني هذه اول نصيحه غنقدر نعطيها لكم، هي ليكيفالونس عندكم حتى 15 في شهر 7. يعني فوقاش ما قدرتوا تدفعوا، يعني مثلا الا كانت عندكم في لافاك ولا شي حاجه البكالوريا ديالكم سحبوها وسيروا دفعوا بها ليكيفالونس باش كتكون عندكم احتياط. هذا بالنسبه الى باقي خصك تسجل في الباشوليي، يعني لا ليسونس بالنسبه لينا. النصيحه الثانيه، الناس اللي كيقراو في الباك قراو مزيان. خصكم 13 في المعدل، ضروري 13 في الباك. يعني واخا تعمل لي عملتي 13 في الباك، راه الا ما كانتي عندك كتخلق لك المشاكل، خصوصا الا باغي لونيفرسيتي. دونك 13 في الباك مهمه بزاف. وكيف ما كتشوفوا دابا بعض الجامعات كيطلبوا لنا حتى 12 في المواد الاساسيه اللي متعلقين بالدومين ديالكم. فالا كنتي كتقرا في الباك وكتشوف هذا الفيديو قرا مزيان، نوض تحفظ.
المهم كنتمنى التوفيق من كل شيء، ولكن النقطة مهمة لا بالنسبة للناس الباك ولا بالنسبة للناس ديال الماستر، يعني حتى إلا كنتِ كتقرا في لا ليسونس حاول أنك تنجح، حاول أنك تجيب نقاط مزيانين، لأن حتى هُما كياخذوهم بعين الاعتبار، واخا تكون غتعاود الباشونيي راه كياخذوا النقط ديال لافاك ديالك بعين الاعتبار، فردوا البال بهاد النقطة هادي. نصيحة أخرى اللي غنعطيكم وهي اللي مهمة بزاف، خصوصًا الناس اللي مثلًا دابا في الباك ولا كيعملوا شي حاجة أخرى، ما تخليوش شي عام خاوي، يعني واخا تكون ما قدرتيش تسجل في لي زيكول اللي بغيتي في المغرب ولا شي حاجة بحال هكا، وكتقول أنا خصني نجي من بلجيكا، ما تعملش عام حُر أولا عرفتي ديك العام اللي ما كيعملوا فيه حتى شي حاجة، عافاكم واخا تسجلوا غير في un cours de langue، ماشي ضروري تسجلوا في لافاك، ماشي ضروري، يعني إلا كنتِ خايفة أنك تسجلي في لافاك وما تجيبش النقطة وتصدق مضيّع على راسك يعني ديك النقطة هاذيك تطيح لك الفرص ديالك أنك تقدر تقبل، سير اعمل un cours de langue، تسجل اعمل une formation ماشي en ligne بطبيعة الحال، يعني في البلاد يعني فين أنتِ ساكن أنك تعمل une formation واخا des cours غير هكا ولا d'informatique ولا شي حاجة بحال هكا، ما عرفتش الصراحة les écoles في المغرب شنو كيبروبوزيو دابا، ولكن كنظن 100% غيكونوا كاينين دي فورماسيون، دونك حاولوا انكم تعملوا دي فورماسيون ولا دي كور دو لونغ ولا اي حاجه، المهم تعمروا ديك العام، ولا الا قدرتوا تعملوا شي ستاج ولا تقدروا تعملوا واحد شنو اخر تقدروا خدموا عملوا شي حاجه، اي حاجه تعملوها ماشي ضروري تكون في العام كامل، يعني ماشي ضروري من سبتمبر حتى جوان، ولكن ما تخليش العام خاوي كامل، يعني لان دائما غيكونوا كيطلبوا لك شنو عملتي من مور الباك، شنو عملتي في هذاك العام، كل عام خص يكون عندك إثبات ديال شنو عملتي فيه، يعني عافاكم تسجلوا في شي حاجة، ما تخليوش العام ديالكم خاوي، حتى ليلكم راه ماشي مزيان، ولكن المهم أنا ماشي هنايا باش نعمل موعظة، غير باش نعطيكم نصائح يعني غتنقدوا راسكم بهم من بعد، حيتاش بعض المرات كنشوفوا شي حاجات اللي كتكون تافهة وكتكون هي العائق الكبير للواحد، وكتبقى تخلق لك غير واحد ستريس، كتقول ما عنديش هاد العام هذا ما عملت فيه والو، شنو غنعمل في هاد العام، فهمتي يعني كتولي بنادم خصو يدبر شي دوكيومون ولا شي حاجة وما كاينلاش، فهمتي كل ما جربنا أننا نتجنبوا هادوك الشيء نيفيتيو هادوك المشاكل التافهة نتجنبوهم، ويعني من الأحسن الواحد يوجد على بكري هاد الشيء هذا، يعني دابا هاد العام كتقول ما العام اللي ما يجي ما يمكنش نخلي العام خاوي، شنو ما كان واخا نسجل في une formation وبطبيعة الحال خصك على الأقل تنجحي لا formation إلا عملتيها، يعني تنجحي عملتي des cours de langue aussi، فالمهم هادشي اللي قلنا هذا مهم بزاف أنكم تسجلوا، لأن بحال اللي كنقول لكم هادو سي دي بتي ديتاي اللي من بعد يقدروا يسبوا عائق، وحنا ما خصناش هادو يسبوا عائق، يعني أول حاجة هي النقطة مهمة بزاف، إلا قريتي شي حاجة حاول أنك تنجح وتجيب فيها النقطة مزيان، كذلك l'équivalence نحاولوا أننا ندفعوها على بكري، حاجة أخرى مهمة نحاولوا ندبروا الكاغون على بكري، حتى هو كما كتشوفوا الكاغون بزاف د المرات كيسبب عائق، وشحال من واحد كيبقى له ديك المشكل ديال ما كيلقاش الكاغون، دونك الكاغون كل ما لقيتي أنك تقلب عليه على بكري غيكون مزيان، دونك فوالا النقطة يعني اللي مهمة في هادشي كامل اللي غنقوله لكم، وأهم حاجة خصكم تفكروا فيها هي لو نيفو دو لونغ، لو نيفو ديال لونغلي، لو نيفو ديال الفرونسي، ملي كنهضر على لو نيفو ما كنهضرش على النيفو اللي نتينا كابابل انك تهضر به، كنهضر على لو نيفو en termes de diplôme، يعني ان دلف ان تي سي اف بي 2 en français كاملين خصكم تكونوا على الأقل عملوه تسجلوا فيه، خدموا عليه، وجدوه على بكري، علاش كنقول لكم هادشي خصو يتوجد على بكري، لأن في الوقت اللي غيبدا لي زانسكريبسيون العام اللي ما يجي خصك تكون مدوز تي سي اف ديالك، خصوصا على حسب الشعبة ديال كل واحد، يعني دابا سير شوف واش الشعبة اللي نتينا باغي كطلب الفرونسي اش مومون لا خصك تمشي تدفع لهادي، الناس ديال الماستر بالخصوص تي سي اف ولا تي سي اف ولا الدلف ولو ديبلوم دونجلي، دونك توفل اي ديبلوم بغيتي تعملو، المهم تاخد ديبلوم ويكون عندك نيفو مزيان، كل واحد وشنو كيطلبوا له، كاين اللي كيطلبوا له بي 2 كاين اللي كيطلبوا له سي 1 على حسب لا فورماسيون واش كتعمل بلونجلي اي تو، مي الناس ديال الماستر دائما لو ديبلوم دو لونغ كيكون مطلوب، دونك نحاولوا اننا نوجدوا الدبلوم دو لونغ ديالنا، دونك هذه اهم حاجه على بكري على بكري، لان ملي كتبدا لانسكريبسيون صافي ديك الساعه كنوليو في العد التنازلي، شحال من واحد صافي ديك الساعه كتبقى تبان له تخوطه وشحال من حاجه، و توت فاصون هذاك لي ديبلوم كتقدر تحتاجهم، يعني غيفيدوك لا ما تسجلتيش فيهم في بلجيكا تقدر تسجل فيهم في بلاصه اخرى، دونك دائما كيبقاو صالحين لك ودائما كيبقاو ان افونتاج، دونك
تسجلوا في لي كور دو لونغ وحاولوا أنكم تاخذوا دي ديبلوم اللي مُعترف بهم. يعني إلا بغيتي تتعلم اللغة في شي سونطر هيدا شي ان بتي سونطر ولا مثلًا أون لين ولا شي حاجة مزيانة ليك باش نتينا أنك تحسّن من اللغة ديالك ومن المستوى ديالك في هاديك اللغة، ولكن اللي مهم لأن في الآخر من غادي تدفع الجامعة راه ما غاتعملش معاك غير واحد ما غاتمش معاك واحد l'interview باش تشوف واش كتهضر اللغة والّا لأ، خاصها تشوف ديبلوم، خاصها تشوف la preuve واللي كتكون مُعترف بها، يعني هُما كيحدّوا لك غيحدّوا لك TCF غيحدّوا لك DELF غيحدّوا لك TOEFL يحدّوا المهم فوالا tu as compris. وبعد ما راه في l'anglais راه حتى الscore كيكون محدد، كيقول لك فوالا شحال خصو يكون عندك في هاد الدبلوم، دونك عليها كنقول لكم على حسب التخصص ديالكم حاولوا أنكم تشوفوا داك الشيء على بكري شحال مطلوب وتخدموا عليه، حتى مثلًا إلا ما ديتيش هذاك الscore يمكن لك أنك تعاودوا مرة أخرى، ما نساوش بأن هاد لي زيكزامان خصوصًا ملي كتمشي دوز مثلًا ليكزامان ديال اللي كيكون بحال هكا مُعترف به وداك الشيء ça a un coût عنده واحد المبلغ اللي ما كيكونش رخيص، ملي كتجي تدخّلوا مع داك الشيء كامل اللي غيكون خصك تخلصهم في الوقت اللي غتعمل الinscription كيولي يبان داك الشيء بزاف، دونك كل ما قدرتوا أنكم تعملوا داك الشيء بكري وتخفوا عليكم لا من الناحية ديال الضغط والتوجد ديال الورق وتوجد الامتحانات وداك الشيء غيكون أحسن، فهمتي يعني لا ماديًا لا معنويًا لا نفسيًا لا كلشي غيكون أحسن أنك تعمل داك الشيء على بكري، فهذا هو النصيحة اللي غنعطيكم حاولوا أنكم تبداو الأمور ديالكم على بكري، تبداو التوجد ديالكم على بكري باش تمشيو مرتاحين من بعد، تفهمنا؟ المهم هادو هما أهم النصائح اللي غنقدر نعطيكم دابا، كنتمنى أنكم تسمعوهم وتعملوا بهم، إلا بقاو لكم شي تساؤلات ولا شي حاجة خليوهم لي تحت في لي كومونتير نجربوا أننا نهضروا فيهم من بعد، كنشكركم أنكم تفرجتوا لهاد لا فيديو ووصلتوا للآخر ديالها، وكنتمنى أنها تكون عجبتكم وفادتكم، وما تنساوش تخليو لي واحد follow تحت للتشجيع وباش يوصلوا لكم الفيديوهات اللي ما جايين.